بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الخير، عاملين ايه يا حبايبي؟ عامل معاكم النهارده طبق فول كده جميل كده بالطماطم. اول حاجه عملت الفص ثوم، حمرته ونزلت عليه بطماطم كده عاملاها قطع صغيره، واحط بقى ملح وكمون واسيب بقى الطماطم لغايه ما تستوى كده، وانزل عليها بالفول، احط اهو كمون وملح. دي البهارات بتاعه الفول، كمون والملح. اسيب بقى الطماطم تستوى معايا. بعد ما تستوى بقى الطماطم انزل عليها بقى بالفول، بعملها كده بالمعلقه كده او بالهراسه عشان الطماطم تبقى مستويه مع الفول كده، يبقى طعمها جميل. بعد ما الطماطم بقى تستوى انزل عليها بالفول، انزل عليها بالفول واضيف شويه ميه، واضيف الفول اهوت على الطماطم. الفول اللي احنا جايبينه في كيس كده اهوت، افضيه اهوت. فضيت كيس الفول، اقلبه بقى واسيبه شويه على البوتاجاز مع الطماطم. اطفي عليه بقى بعد ما يغلي مع الفول مع الطماطم. بهرس كده الطماطم مع الفول بالشكل ده. سيبه بقى لما يغلي شويه مع الطماطم مع الفول. بشكر بقى كل اللي دخل جديد في قناتي من خارج مصر ومن داخل مصر. متنسوناش بقى في اللايكات لو عجبكم الفول بتاعي النهارده. ده كان فطارنا النهارده، ده الطعميه وده الفول وده الليمون وده مخلي الليمون برضو، وده ليمون اخضر وده الجبنه وده طماطم على خيار وده